رحل الفنان صلاح السعدني عن عالمنا قبل قليل عن عمر يناهز 81 عام. وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الخبر، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة لصلاح السعدني وكتب وقال: البقاء لله، الفنان الكبير صلاح السعدني. ابتعد الفنان صلاح السعدني عن الأضواء منذ عام 2013، وفضل الاستمتاع بوقته مع أحفاده في هدوء بعيداً عن الإعلام. وكان آخر أعمال صلاح السعدني مسلسل القاصرات عام 2013 مع ياسر جلال وداليا البحيري ولقاء سويدان. ولد صلاح السعدني يوم 23 أكتوبر عام 1943، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني. وعن أول ظهور لزوجة الفنان صلاح السعدني، وصفها بوش السعد ورافقته حتى وفاته. علاقة الفنان صلاح السعدني بزوجته منى علاقة حب كبيرة، فهي سيدة من خارج الوسط الفني. أنجب منها صلاح السعدني أبنائه أحمد وماريت، أخفاها عن الأضواء وعدسات الكاميرات، فلم تظهر لها صوراً كثيرة في الإعلام. وكانت السيدة منى تحرص على دعم زوجها الفنان صلاح السعدني في مسيرته الفنية. وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية تحدث أحمد السعدني عنها وقال: ماما بركة البيت، عليها نفس مش طبيعي في الأكل. ظهرت السيدة منى لأول مرة مع ابنها الفنان أحمد السعدني على إنستجرام في عيد الأم، وعلق على الصورة وقال: أغلى صينية مكرونة بشاميل تمنها هدية بالشيء الفلاني، كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب. ومن الوقت ده ما نشرش ليها أي صور على مواقع التواصل. تزوجت من الراحل صلاح السعدني عام 1970، وتحرص دائماً أن تكون بعيدة عن الأضواء ولا تحب الحديث في وسائل الإعلام. رحم الله الفنان صلاح السعدني، وإنا لله وإنا إليه راجعون.